سبايدر مان 2. لا مش دي، ايوه دي الاب الروحي لالعاب سبايدر مان. ولولا اللعبه دي ما كناش هنشوف العاب سبايدر مان زي دلوقتي، ولولا اللعبه دي ما كناش هنشوف العالم المفتوح والسوينج الحر في العاب سبايدر مان. وده مش كلامي، ده كلام ناس كتير جدا. وبما ان الفيلم ده نجح رهيب يفوق التوقعات، فنزل له العاب تقريبا على كل المنصات ساعتها. واللعبه دي بالنسبه لي وبالنسبه لاي فان سبايدر مان دي احسن لعبه سبايدر مان، حتى يمكن احسن من لعبه انسومنياك، لان اللعبه دي كانت سابقه عصرها. في لها نسخه 2 دي ونسخه 3 دي زي النسخه الاصليه او فلاج شيب نزل على 3 منصات، ونسخه البي اس بي لها نسخه لوحدها، ونسخه البي سي لها نسخه لوحدها، ونسخه الجيم بوي ادفانس، ونسخه الان دي اس، ونسخه النوكي جيج. بس كلامي مش على كل النسخ اللي حتى من غير ما العبهم، لا انا لعبتهم ممتازين جدا. كلامي دلوقتي على نسخه البي سي. النسخه دي عليها جدل مش طبيعي، وهقول لكم ليه دلوقتي. مبدئيا مش هنتكلم على احساس النوستالجيا، لان هو كان شغال ده في اللعبه دي، لان اللعبه دي انا كنت بحبها جدا وامضي قدامها بالساعات. هنتكلم عن واقع اللعبه دي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللعبه زباله ده كده مبدئيا. تعتبر لعبه ما فيهاش قصه ولا حتى مهمات جانبيه او حتى مهمات قصه، ده انت تخلصها حوالين نفس القعده، انت بنفسك شايف شكل الشخصيات، المنظر ده يا اسطى، وحتى المشاهد نفسها ما فيهاش ابداع. ومع كل ده اللعبه معموله على محرك انريال انجن 2 اللي هو يعتبر اقوى من محرك اللعبه الاصليه على البلاي ستيشن 2 اللي هو محرك تري ارك. والويب سويك اللي شكله كحيان، ويعتبر مفيش عالم مفتوح، وحتى ما اقدرش اطلع في السطوح. طب انتوا عملتوها ليه؟ وضيف على كده ان اللعبه تصنيفها مش تين اللي هو مراهقين، تصنيفها ايفري 1 اللي هو يعتبر للاطفال. واقول لك على حاجه كمان، كان من المفترض ان النسخه الاصليه اللي هي نسخه البلاي ستيشن 2 تنزل على البي سي. والله شوفوا نفسك الصوره دي. بس للاسف شركه فيس فاكتور اللي عملت نسخه البي سي قالت حقوق لعبه نسخه البي سي مش تري ارك. بس اللي مستغرب منه ان التيمت سبايدر مان اللي بعدها اتعملت نسخه على البي سي والتري ارك هي اللي عملتها. طب ليه ما عملتوش نسخه سبايدر مان بتاعتكم على البي سي؟ هي الحسنه الوحيده بس في اللعبه دي ان الممثلين في اللعبه لعبه سيئه جدا. انا ما انصحكش تلعبها، انصحك تلعب نسخه البلاي ستيشن 2 بدلها. عالم حر وتختيم 100% طويل، وحرفيا انت هتستمتع جامد. يلا بقى استنى فيديو تختيم اللعبه يوم الاربع، هنخلص كلها في قعده واحده.